مصرية، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية. بجنة ربنا في بلادنا واتفرج وشوف ضفتين بيقولوا أهلك والنخيل شامل صفوف. بجنة ربنا في بلادنا واتفرج وشوف ضفتين بيقولوا أهلك والنخيل شامل صفوف. وابتسامة شمسنا أجمل تحية للضيوف، وابتسامة شمسنا أجمل تحية للضيوف، وابتسامة شمسنا أجمل تحية للضيوف، وابتسامة شمسنا أجمل تحية للضيوف. والنسيم يرقص بموج النيل على الناي والدفوف. طوف وشوف، طوف وشوف، طوف بجنة ربنا في بلادنا واتفرج وشوف، اتفرج وشوف. بجنة ربنا في بلادنا واتفرج وشوف، اتفرج وشوف. بجنة ربنا في بلادنا واتفرج وشوف، اتفرج وشوف، اتفرج وشوف. شوف هنا جنب المصانع والمداخن والزحام الغيطان اللي آخر غلبتنا وبراج الحمام. شوف هنا جنب المصانع والمداخن والزحام الغيطان اللي آخر غلبتنا وبراج الحمام. والسواقي اللي ما نامت ليلة من كم ألف عام، والسواقي اللي ما نامت ليلة من كم ألف عام. شوف جمال الريف وآمن بالمحبة والسلام. شوف جمال الريف وآمن بالمحبة والسلام. طوف وشوف، طوف وشوف، طوف وشوف، طوف وشوف، طوف بجنة ربنا في بلادنا واتفرج وشوف، اتفرج وشوف. بجنة ربنا في بلادنا واتفرج وشوف، اتفرج وشوف، اتفرج وشوف. شوف آثار أجيال. هي دي الحدوتة يا ناس يا ناس، هي دي الحدوتة، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية. مشاهدينا الكرام، نجدد التحية في حدوتة مصرية، وفي هذه الفقرة نتعرض لحدوتة مصرية جدا ربما نسيت إلى حد ما، ولكن هناك من يبحث
في تاريخ مصر، تاريخ الفن التشكيلي المصري، في كتاب بعنوان عصر من الفن. هذا الكتاب يكشف عن أحد رواد الفن التشكيلي المصريين الذين كانوا من الجيل الثاني من الفنانين التشكيليين في مصر، والذي كانت له ظروف خاصة. يسعدنا أن نلتقي بمؤلف الكتاب ونستعرض معه أهم فقرات الكتاب وموضوع الكتاب، الناقد الفني والدكتور محمد الناصر. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا. يعني بداية الفنان حسين محمد يوسف ربما يعني غير معروف بالنسبة لقطاع كبير من الجمهور. بالنسبة اللي احنا بنتكلم في فن تشكيلي، فهناك مشكلة في معلومات الفن التشكيلي في الساحة الفنية في مصر. لكن أنا عايزة أسأل حضرتك عن فكرة الكتاب وكيف بدأت وكيف تناولتها. هو الحقيقة كان غايب مش عن جمهور الفن التشكيلي، عن المتخصصين كمان في الفن التشكيلي، الدارسين وخريجين الفنون. كان اسمه متواري في الحركة الفنية التشكيلية، ولا أعرف لماذا يعني. طب ده احنا كنا عايزين نعرف لماذا هذا الغياب، يعني لماذا تم تجاهله؟ يعني هذا تجاهل مقصود أم مسألة طبيعية في مصر ان الفنانين اللي ابتعدوا عن الساحة يتنسوا خالص؟ هو مسألة مش طبيعية، هي طبعا بتخش في إطار يعني حاجات كتير يعني، إنما المهم إن احنا قعدنا اكتشافه يعني مرة أخرى من خلال هذا الكتاب اللي أنا يعني بذلت فيه مجهود لمدة 2 سنين كاملتين في المادة والتوثيق والتصوير والإخراج وكل ما يتعلق بالكتاب. والفضل طبعا يرجع لأبنائه يعني اللي هم وفوا جزء من أفضال والدهم عليه وأفضاله على الساحة التشكيلية. طب نتعرف أكتر على الفنان حسين محمد يوسف. يعني على فكرة حياته الفنية قصيرة جدا. تمام. نتناول هذه الحياة الفنية، كيف تميز إنتاجه وكيف كانت المدرسة التي ينتمي إليها؟ هو ولد 1910 من الجيل الثاني اللي بينتمي إليه حسين بيكار وصلاح طاهر. مشهورين دول قوي. طبعا مشهورين طبعا يعني. طبعا. اعتقد ان الشهره، الاسماء الكبيره قوي بتطغى يعني في الجيل ده. في فنانين كتير اتنسوا في الوسط. لا، الفنان حسين بس محمد يوسف هو تقريبا توجهه عام 36 إلى الدعوة الإسلامية وهجروا الفن نهائيا. ده أحد الأسباب الرئيسية في تواري اسمه. بس هو المفروض شغله يعني موجود، كان يعني له في متحف فن الحديث أعمال أنا اكتشفته في متحف فن الحديث. كنت بروح أصور شغل للدكتوراه كانت عن الصورة الشخصية وأبعادها النفسية والاجتماعية في التصوير المصري القديم والحديث. فاكتشفت عمل فني يعني الواحد وقف قصاده. هو اللي نادالك. هو اللي اسمه بائع الزهور. كان رسمه في الفترة بتاعت إيطاليا. تكوين رهيب وألوان رائعة وتاتشات، يعني فنان عبقري. يعني ده أنا قعدت مين ده وفين، كنت أول مرة أعرف اسمه. كان في المخزن هذا العمل الذي تصف، كان في المخزن في تمام تمام، زي أعمال أخرى كتيرة صورتها من المخزن للرسالة برضو. فبداية الخيط كانت من هذه اللوحة اللي أنا دورت بعد كده على أسرته وتعرفت، عرفت فين مكانه واتصلت بيهم ورحت صورت الأعمال وكتبت عنه في الأهرام وفي نص الدنيا. وابتدت المسألة يعني تاخد بقى الاتجاه المعرفي لهذا الفنان. يعني ولاده عملوا له معارض بعد رحيله في التسعينات و2003 ابتدوا يفكروا في انهم يخلدوا اسمه من خلال هذا الكتاب. يعني احنا لازم نشير الى ان الفنان حسين محمد يوسف توجه الى الدعوة ولم يحرم الفن. يعني هذه نقطة طبعا مهمة جدا، لان عدد كبير من الفنانين كانوا خدوا موقف
من اعمالهم. كيف كان موقفه من الفن بشكل هذا عام؟ صحيح. هو اتجه للدعوة يعني بشكل غير متطرف، يعني لأنه لو تطرف كان هيدمر كل شغله، يعني خلاص بيقلب على الوش التاني خالص يعني. إنما هو فاهم الفن وفاهم شغله وفاهم هو يعني بيعمل ايه، وبيتوجه للدعوة من خلال وعيه بأهمية الشغل ده، لأنه كان بيزين جدران منزله هذه الأعمال حتى وفاته. طيب بس انا لاحظت ان الفنان حسين محمد يوسف كان له مقالات، كتب مقالات قليله تقريبا كان بينتقد فيها الحياه التشكيليه الفنيه المصريه وبيتهمها ان ملهاش شخصيه خاصه بيها. هل ده كان له سبب في انهم ياخدوا موقف منه؟ هو السبب لما راح اوروبا واتعلم هناك، وهو لما رجع حس ان هو ما اتعلمش حاجه. المفروض احنا نتعلم من الفن المصري القديم بتاعنا، من الفراعنه. طب احنا عايزين نشوف الرحله، لان رحله طويله لايطاليا، رحله لايطاليا مدة ورحله 4 الى لندن. سنين عشان كان نابغ وكان عبقري وموهوب. فالسنه اللي رجع منها من ايطاليا سافر فيها الى لندن عشان يدرس الزخرفه، الجرافيك يعني من والزخرفه. شويه كان في لوحه معروضه، لوحه بائع الزهور اللي حضرتك لقيتها، او واللي برضو اكتشفتها. يعني شكلها كده يعني لقيه برضو، يعني هي طبعا اكتشاف. طبعا. يعني لوحه بائع الزهور دي رسمها وهو في ايطاليا وهو بيدرس هناك في الاكاديميه المصريه بروما. طيب انا عايزه اتوقف عن في فان جوخ طالع كده من اللوحه، في بيقول حاجه. هم كانوا مسمينه فان جوخ مصر. يعني هناك في ايطاليا كانوا مسمينه فان جوخ مصر، يعني اداؤه وشغله ولمساته التاثيريه القويه خليته بيسموه كده. وكتبوا عنه في الصحف كتير جدا، موجوده في الكتاب، كتابات يعني اللي هي النقديه او التحليليه بتاعت يعني من القلائل برضو اللي عمل معرض مستقل رغم انه دارس هناك في ايطاليا، وده صعب. يعني نشرح للساده المشاهدين ازاي عمليه عمل معرض في ايطاليا بالنسبه لطالب يدرس في ايطاليا. هو شارك في معارض كتيره جماعيه وعمل معارض فرديه. المعارض الفرديه كانت برعايه المفوضيه اللي هي السفاره المصريه والمفوض المصري اللي هو السفير. كان هو طبعا رايح البعثه من الدوله، فالدوله بتبقى يعني حاطه عينها على الناس اللي هي بتسافر وبتبتعث، فبيسهلوا لهم مساله اقامه يعني المعارض دي بره. برضو هناك تأثير خاص بالبيئة الأوروبية، يعني لوحة الغلاف برضو للكتاب لعجائز من إيطاليا تقريبا، أو وجه العجوز من إيطاليا. هو بورتريه مشهور جدا بيه، أو تصوير عمل أكتر من عمل بهذا العنوان. هو دايما بيبقى الموديل بنستغله في حاجات كتيرة. يعني هو رسمه كرأس عجوز، رسمه في لوحة تانية اسمها الدهر، وفي لوحة ثالثة رسمه وهو راجع من الحقل. رسمه في لوحات كتيرة، يعني كان رسم برضو واحد تاني رسمه كتير جدا اللي هو في ظهر الغلاف. معانا صورة الغلاف والمقدمة. العجوز دايما هو البورتريه المفضل بالنسبه له العجوز، لانه اكتر حاجه رسمها وجه عجوز من نابولي تحديدا. تمام يعني تمام. هو العجوز بالنسبه للفنان بيبقى تاريخ وتضاريس وشغل بيبقى جميل عن البورتريه العادي. اي رسم او اي شغل فني بيبقى جميل جدا يعني لما نشوفه، لكن ده بيبقى وراه في ملامحه حواديت كتيره وتاريخ وحكايات بنستشفها، اللي بيتفرج بيستشفها من خلال التضاريس بتاعت وشه. درس الفنان حسين محمد يوسف درس الزخرفة في لندن. يعني كيف اختلفت أعماله بين روما وبين لندن؟ روما دي كانت الفترة الغزيرة جدا جدا بشغله، لأنه كان بيعمل سكتشات للرياضيين في أوضاع مختلفة وفي حركات مختلفة وبخامات مختلفة بالفحم. زي دافنشي كده، لوحات دافنشي بالظبط. التشريحية. ايوه، التشريح تشريحي. كان عنده
يعني ما شاء الله الخط بتاعه فظيع. اللوحة دي بتاعت اسمها عن الأوز، رسمها برضو في نص دايرة وبالأسلوب الزخرفي اللي هو استفاد منه في هو الأسلوب الزخرفي هو تبسيط للشكل الطبيعي، يعني بيبسطه بقدر يعني درجة عالية جدا بتوصله لأنه يبقى شكله زي المسطح، يعني درجة والغامق بتاعها عشان يعمل الفورم بتاع البطة أو أي شكل بيرسمه. يعني في روما كان في ردود فعل كبيرة من النقاد الطليانيين عن أعماله. في لندن هل كان نفس الاستقبال ونفس الرؤية ونفس الإنتاج الغزير؟ لأنه هو نفذ حاجات كتيرة برضو بالحفر على الزنك، حفر على المعدن، نفذها من الأعمال اللي كان عاملها في إيطاليا، نفذها في الفترة بتاعت لندن. والكتابات طبعا في لندن برضو، بس مش زي الكتابة اللي كانت، لأن هناك في روما بيبقى فيه دارسين من جميع أنحاء العالم، هو كان متميز يعني وسطهم الحقيقة. البيئة الأوروبية ظاهرة قوي، أو تأثره بالبيئة الأوروبية الإيطالية تحديدا، يعني ظهرت في أكثر من عمل. هل كان يراها برؤية شرقي يرى الغرب أم برؤية غربي؟ كيف كانت رؤيته الخاصة لهذه لا، هو البيئة؟ كان يراها بعيون الشرق طبعا، يعني في اللون، ورغم ان الجو مختلف انما بيراها بعيون شرقية، يعني النشأة والمكان والمناخ الذي يعني تأصل فيه في الشرق هو اللي اشتغل بيه لما راح الغرب. لما المناخ مختلف انما المناخ مختلف والتفاصيل كلها مختلفة تماما. انما الروح بتاعته هي اللي بتبقى في اللوحة. يعني 9 سنوات يعني تعتبر يعني مرحلة قصيرة جدا في عمر الفنان جدا. يعني هذه السنوات كيف أعماله المختلفة أو أهم أعماله في هذه ال9 سنوات؟ أهم أعماله اللي هي لوحة بائع الزهور، طبعا دي الطب بتاعت شغله، وهي مقتناة في متحف الفن الحديث. واللوحات بتاعت روما معظمها اللوحات الزيتية واللوحات السكتشات والكروكيات اللي كان بيعملها. الحقيقة فترة روما هي الفترة اللي تميز فيها بشغله اللي هو يعني عرفه للناس يعني. وفي شغل كتير خدته المتاحف في روما وفي ايطاليا، وفي شغل كتير ما نعرفش عنه حاجه، يعني في شغل كان مع اولاده صور ليه بالابيض والاسود برضه وثقناها وحطيناها بس بدون اي معلومات عنه. الحديث عن حسين محمد يوسف بنجد انه نشأ في عيله دينيه. أيوة. بالاساس، وكان من المفترض ان يبدأ حياته كرجل دين كأبيه وكعائلته، ولكنه اختار الفن. هل كان هذا قرارا صادما لأسرته أم أنه كان قرارا عاديا الأسرة كلها ترى يعني ما عندهاش مشاكل في التعامل؟ لا، أنا بعتقد أنه قرار يعني ليس صادما، يعني لأنه التحق يعني بمدرسة الفنون التطبيقية وأكمل دراسته، وما كانش فيه يعني لو هو أجبر كان هيجبر على إنه ما يخشش هذا المجال يعني من البداية، إنما هو دخل وكمل وتفوق وأثبت نفسه، ولدرجة إنه ابتعث مرتين، يعني هي ما بتحصلش حتى إلا فيما ندر، يعني إنه يروح بعثة ويطلع منها على بعثة تانية. يعني هل ظهر في أعماله أفكاره الباطنية اللي هي كانت بتتجاذب بين الفن وبين الدعوة؟ هل ظهر في أعماله هذا الصراع؟ والله ممكن يكون، يعني المسألة بتبقى ضمنية وبتخش في جوانب روحية، يعني أنا عشان كده بقولك لما بيشتغل بروحه هو في العمل نفسه اللي بيعمله. يعني لو مجموعة فنانين عملوا عمل واحد، كل واحد هيعمله بشكل مختلف، والمصدر واحد والحاجة اللي بتترسم واحدة. إنما هو حتى لما توجه للدعوة عمل كتاب عن علي بن أبي طالب، واللي قدمه فيه العالم الجليل العلامة الدكتور عبد الحليم محمود، يعني وأشاد بدقة بحثه
وقوة بحثه فهو هي دي السمات اللي كان بيشتغل بيها في الفن. فهي طبيعته مخلص مخلص لقراره. لقراره ومخلص لعمله، وبيدقق فيه بشكل يعني كبير. طيب كتبه هل كانت متضمنة رسوم أم برضو أو زخارف أو حتى أي نوع من الفن؟ حتى في بعض الفنانين بيتجهوا إلى العمل بفنون رمزية، بالترميز في الفن. هو لا هو كان قطيعة يعني. لا كان بالنسبة بعد ما تحول بعد ما تحول إلى الدعوة لا ما اشتغلش. وأخذ يؤلف كتب إسلامية. ما اشتغلش خالص. آه. يعني من 36 حتى 75 وفاته ما اشتغلش خالص. يعني مع انه يعني الفترة دي لو كمل كنا هنشوف حاجات رهيبة يعني. طيب الأعمال التي قام بها في مصر، يعني هل اختلفت رؤيته وخاماته وأدواته عندما عاد إلى مصر بعد ابتعاثه في روما ولندن؟ لا هي اختلفت في الباليتة بتاعت الالوان. يعني مجموعه الالوان اللي بيشتغل بيها كانت الوان سخنه، اللي هي الالوان اللي بنقول عليها اللي بتاعت الشرق، بتاعت المناخ بتاعنا المشمس. الالوان بتاعت فتره روما ولندن كانت فيها من البروده شويه. يعني فيها طبعا الوان سخنه وكده، بس تحس فيها بنهج مش مختلف، انما متوائم مع البيئه او المناخ اللي هو هل بيرسمه. نستطيع ان نكتشف رؤيته لفن تشكيلي مصري من خلال اعماله؟ يعني لوحات الاوز اللي احنا شفناها من شويه، في لوحه جداريه مصريه فرعونيه شبيهه بها جدا يعني، لكن هل هناك اعمال اخرى يمكن ان نرى فيها التاثير الامتداد الثقافي والحضاري المصري في اعماله الفنيه؟ في طبعا. هو حتى في البانوراما اللي بيعملها مثلا للوحه بتاعه العوده من الحقل، فيها التكوين وفيها الرسوخ بتاع الكتل وده سمه من سمات الفن المصري. يعني حتى لو انا برسم لوحه مسطحه مش مجسمه بحس فيها بده. هو عمل لوحه مهمه جدا برضو من ضمن لوحاته اللي هي الحصاد ودراسه القمح في مصر. هو عملها باسلوب الفن المصري القديم، هي اللي موجوده على الشاشه. اسلوب الفريسك الاصلي اللي هو الحيطه بتتجهز وبيشتغل عليها وهي بتعضم على اساس انه يلون عليها، واول ما ينشف اللون تتشربه الحائط يتشربه. اشتغلها بنفس اسلوب المصري القديم. واللوحه دي شاركت في مزاد كريستي في دبي السنة اللي فاتت، وبيعت هناك يعني من خلال الكتاب بتاعه. هم بعتوا الكتاب لإدارة المزاد في لندن، وما شافوه بعتوا لهم انهم عايزين لوحة الحصاد. هي لوحة حتى الألوان اللي فيها تبدو فرعونية، يعني أيوة لون البشرة نفسه نفس اللون. الأسلوب حتى أسلوب فرعوني، تبسيط اللي هو التبسيط اللي حضرتك بتتكلمي عنه. كويس. يعني انطباعي يعني برضو حضرتك فنان تستطيع أن تغزله بصياغة فنية تشكيلية. هذا الكتاب أخذ منك سنتين من العمل. طيب إيه الصعوبات اللي واجهتك في أثناء عمل هذا الكتاب؟ والله هي مش صعوبات، هو جهد بس. إنما الصعوبات ما كانتش موجودة لأني اخترت فريق العمل بنفسي. يعني المصمم بتاعه الزميل سامح الكاشف، سكرتير تحرير الأهرام، عنده حب للفن بشكل كبير جدا، وكان بيوضب الصفحة بتاعت الفنون الجميلة في الأهرام اللي أنا كنت بشرف عليها. فلمست فيه يعني كان بيكمل اللي أنا التصور اللي أنا عايزه بحيث إن هو بيعمله. فلقيته أنسب واحد يقوم بإخراج هذا الكتاب، وفعلا كان له دور كبير في إخراجه وظهوره بهذا الشكل. تصوير زميلنا محمد عنان، الترجمة زميلتنا مها شهبة، مجموعة يعني متجانسة ومتكاملة
طبعا وفيما بعد الطباعة يعني برضو اتعملت هي طباعة بشكل فاخرة وإنتاج فاخر صراحة جدا يعني. جدا يليق بشغله. يعني الكتاب فاز بجائزة أحسن كتاب في الفنون. في الفنون في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الأخيرة تمام. 2017. احنا معانا فاصل عن الجائزة ونرجع لحضرتك تاني. أوكي. طيب إلى أن يستعد الفاصل، احنا يعني كتاب عصر من الفن، يعني كان في توقيع للكتاب في معرض الكتاب لا، هو ولا؟ توقيعه كان في أول أكتوبر اللي فات في قاعة ضي في المهندسين. عملنا له معرض برضو باللوحات اللي موجودة اللي احنا صورناها وحطيناها في الكتاب في القاعة نفسها، وعملنا توقيع للكتاب بحضور الكاتب الكبير محمد سلماوي، وحظي بأول نسخة من الكتاب في حضور حشد كبير من الفنانين والمهتمين والمثقفين. وعملنا زي ندوة عن الكتاب وعن الفنان. أبنائه حضروا الندوة وتحدثوا برضو عن الوالد بشكل مستفيض زيادة عن اللي هو في الكتاب. اتكلم بشكل حميمي أكتر عن طبعا اتكلم على حاجات ما يعني مش موجودة في الكتاب يعني. ده التكريم. ده التكريم بتاع الجايزة. الجايزة. يعني احنا بنسعد جدا بالكتب اللي بتفوز يعني في مجال الفنون. الفن التشكيلي يعني يعني من بتبقى المجالات محدودة. الصعبة جدا والمحدودة جدا في كتاباتها حتى صحيح. او في تلقيها. يعني الكتاب حضرتك لما عملته كنت القارئ اللي متخيله لهذا الكتاب او جمهور هذا الكتاب كنت بتفكر فيه ازاي؟ والله انا صياغتي في الكتابة بتبقى لأي قارئ يفتح الكتاب ويقراه. يعني ممكن يبقى واحد في ثانوية عامة، ممكن يبقى واحد خريج جامعة، أي جامعة وأي كلية وأي تخصص، وهيقراه واحد متخصص وواحد متبحر في الفن. فلازم أبقى لا أنفر اللي هو يعني ممكن يقع في إيده الكتاب في أي لحظة ويشوفه. لا، أنا بحببه في إنه يقراه. السمة دي أنا الحقيقة اكتسبتها من الصحافة، لأني لما بعرض موضوع فني تشكيلي بعرضه بشكل يتلقاه أي سن وأي تخصص وأي ثقافة وأي بيئة وأي يعني على كافة المستويات. إذن هذا الكتاب للجمهور العادي المتخصص وغير المتخصص. تمام. لفت نظري ان لوحة الحصاد حتى اللي احنا شفناها بتتعرض للريف المصري، وهو يعني ابن المدينة على ما اظن. يعني برضو في مناطق كده كان بيرسم في الريف ازاي، او المناطق اللي بيزورها في الريف، او حتى اللوحات التشكيلية الخاصة بالآثار الفرعونية، له كذا لوحة عن الآثار هو الفرعونية. بيبقى في أماكن معينة، يعني أماكن تراثية أو أماكن تاريخية أو أماكن شعبية. هي دي المنهل اللي الفنان بيشتغل عليه. مش شرط انه يبقى عاش مثلا في منطقه اثريه عشان يرسم الاثار، او في منطقه ريفيه عشان يرسم الريف. لا، بيروح وينتقل للاماكن دي. ناس لتفصيلة الحصاد، طبعا الستات طبعا اللي قاعدة أيوه. على النورج يعني المشهد على بعضه مشهد مش مألوف لابن المدينة، او يعني ممكن هو يستغربوا. استقام من هناك، بس هو عنده الخلفيه اللي تخليه يعمل ده، لان في سكتشات عملها يعني في الصفحه نفسها عاملين صوره للسكتش اللي عامل فيه اللي هو الفلاح. يعني بيعمل سكتشات ومنها بيطلع الحركه المختلفه اللي فيه، وبعدين يبني بيها العمل ككل. يعني أسرة الفنان حسين محمد يوسف كان لها دور في ظهور هذا الكتاب. تمام. يعني الأسرة برضو يعني في حد فيها انتهج للفن أو اتجه للفن؟ في ليه فنان اسمه محمد يوسف، ده خريج تربية فنية وفنان على الساحة، فنان كبير. وليه ابن مهندس حسن صبري خريج فنون جميلة عمارة، واشتغل كان بيرسم وعمل معرض. وليه ابن تاني برضه خريج عمارة اسمه علي.
يعني كلهم تقريبا في نفس الاتجاه بس على تخصصات مختلفة. يعني من لحظة اكتشافك للكتاب لحد صدوره 20 سنة، يعني الفترة اللي في النص دي كان الكتاب كان بيشغل تفكيرك لأي درجة، أو جمع المعلومات الخاصة بيه أو البيانات الخاصة بالكتاب؟ انا كانت اكتملت الرؤيه يعني مع الرساله بتاعت الدكتوراه، وان انا واخده فيها كفنان في الجيل الثاني بيرسم بورتريه. كانت الرؤيه مكتمله مع سكتشاته ومع لوحاته. بس لما جت الفرصه لان يبقى فيه يتعمل عنه كتاب، طبعا الامور كلها كانت يعني جاهزه لانه يتعمل بيه الكتاب. طب في سؤال برضو عن مكانة الفنان حسين محمد يوسف بين زملائه من رواد الجيل الثاني، كيف اتسمت أعماله وكيف تميزت أعماله بينهم؟ هو بصراحة أعماله متميزة عن بقية جيله كله، يعني لأن كل فنان ليه سمات يعني معينة خاصة بيه، زي بيكار مثلا وأسلوبه اللي فيه تلخيص شديد بجانب الضوء والظل، الرسوخ بتاع الكتلة. هو كان عنده ده بس باللمسات القوية، يعني ممكن تحس إن هو بيشتغل مبقاش مدرك حاجة حواليه غير اللوحة. طب هو من الفنانين والقلائل برضو اللي رسم بورتريه لنفسه. لا، معظم كتير فنانين رسموا بورتريه ده لنفسهم. ده متداولة يعني الفكرة لا، يعني. دي معروفة يعني، دي بتبقى ساعات ما يلاقيش حد يرسمه فيقعد قدام المراية ويرسم نفسه. كيف ظهر البورتريه والوانه، وكيف كان يعني ازاي نقرا شخصيته من خلال رسمه لهذه الشخصيه؟ هو السيلف بورتريه اللي هو الفنان لما بيرسم نفسه، الحقيقة يعني أنا تتبعت ده طبعا بالدراسة وفي البحث بتاعي. فبنلاقي حتى عند بيكار مثلا في الدراسة، وعند فنانين كتير زي ريمبراند، بيبقى في بداية حياته بيرسم نفسه معتدا بنفسه، واثق من نفسه. الزاوية اللي بيرسمها بيبقى فيها ثقة بالنفس واعتداد بالنفس كبير صحيح. جدا. دي اللي جيمس جويس بيقول عليها صورة الفنان في شبابه. بالزبط. دايما صورة الشباب بالظبط، بتاخد هو بيرسمها بهذا الشكل. كل ما تقدم به العمر بيبتدي يعني يرسم نفسه بشكل مختلف شوية. لما يزيد بيه العمر بيقعد يشرك معاه حاجات يعني كان قبل كده ما فيش، هو بس في اللوحة. انما في اواخر حياته او في سنه المتقدم بيشرك معاه عناصر اخرى برضو، نوع من انواع الاستئناس بالاشياء، يعني عارفه اللي هو ممكن توحد مع الطبيعه. بالظبط. يعني رؤيه صوفيه شويه، ان الانسان في حياته في الشباب بيبقى جامح. بالظبط مرتبطه برضه بالعمر، يعني بحياته او سنه، يعني سنه في الفتره دي زي ما حضرتك بتقولي بيبقى كده، في بدايه حياته بيبقى يعني في انا مين قدي يعني. يعني احنا في ختام هذا الحوار بنبارك لحضرتك فوزك بالجائزه، الف مبروك، وشكرا انك عرفتنا بالفنان حسين محمد يوسف، احد رواد الجيل الثاني من الفنانين التشكيليين المصريين. شكرا للناقد والفنان التشكيلي الدكتور محمد الناصر. شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا جزيلا. مشاهدينا ما زلنا معكم والمسرح وفقره جديده من حدوته مصريه بعد هذا الفاصل. يا ناس يا ناس هي دي الحدوته، يا ناس يا ناس هي دي الحدوته، حدوته مصريه